ازيكم عاملين ايه؟ خلاص كلها كام يوم ونخش على 2023، واصح حاجه تعملها خلال الكام يوم دول ان انت تحط اهداف ل 2023 عشان ما تمرش زيها زي السنين اللي فاتت وانت ما حققتش اي حاجه من اهدافك. الكلام ده انا بقعد اقوله لنفسي، عشان كده قررت ان انا دلوقتي هخطط بالورقه والقلم. كل اللي انت محتاجه عشان تعمل كده نوت بوك زي ده مبدئيا، ومسطره وقلم. ده مبدئيا. لو مش متاح نوت بوك او مش متاح عندك كشكول دلوقتي، على الاقل 5 ورقات. احنا كل اللي محتاجينه مبدئيا 5 ورقات لحد ما يبقى متاح ان يبقى معاك نوت بوك او كشكول عشان تكمل فيه، ومسطره وقلم. بس لو عندك الامكانيه ان انت تجيب ستيكي نوتس زي دي وقلم يكون فيه كذا لون عشان ما تزهقش، اعمل ده. يبقى كل اللي احنا محتاجينه قلم ومسطره وكشكول. يلا نبدا على طول من غير ما نضيع اي وقت. بس محتاج اقول حاجه صغيره بس قبل ما نبدا نخطط بالورق والقلم، ان انت تكون مرن في تخطيطك، مرن وبسيط. ما تحطش اهداف ضخمه جدا مستحيل ان انت تحققها. حط اهداف بسيطه، وهنفضل نبسط في الاهداف دي لحد ما تبقى اهداف يوميه صغيره جدا، وهي دي اللي احنا هنشتغل عليها، وجنب بعضها هي دي اللي هتحقق الهدف الكبير اللي انت بتسعى ليه. كل ده هنشوفه بكل بساطه على الورقه والقلم. يلا بينا. دلوقتي المفروض ان انت جبت ورقه وقلم، وهنبدا بسم الله نكتب. اسف على الوضع ده، بس انا ما عنديش غير الجيمبل دوت، ان انا بصور فلوجز، فاول مره اصور بالزاويه دي. فلو انت عايز تستفيد من الفيديو وعايز بجد عايز تتغير في 2023 هتكمل الفيديو. لو انت بتدور على الكمال والوضع ده مش عاجبك، ان هو مش بروفيشنال بصراحة، فمش هتكمل الفيديو. بس بجد لو عايز تستفاد كمل الفيديو للاخر. دلوقتي دي اول صفحة احنا جبناها. اول حاجة هتعملها ان انت هتقسم الصفحة نصين، تمام؟ وبعد كده هتكتب، انا عايزك توقف الفيديو وتعمل اللي انا بقولك عليه ده. وبعد كده هتكتب على الاقل 5 اهداف محتاج تحققها خلال 2023. الحاجات اللي انت عايزها، بس لازم تخلي بالك من حاجة. في فرق بين الاهداف والاحلام. الهدف عشان يبقى هدف قابل للتحقيق لازم يتوفر فيه 3 حاجات. اول حاجة ان هو يكون قابل للتحقيق، ما يكونش هدف زي ما قلنا، ما يكونش حلم. تكون حاجة قابلة للتحقيق. يعني مثلا ما ينفعش ان انت تقول انا خلال يناير اول شهر في 2023 هيكون معايا 50,000 جنيه وانت مش معاك فلوس اصلا. لا، ده هدف غير قابل للتحقيق. الصح ان انت تقول انا جنب شغلي هعمل سمول بيزنس، او هعمل تجارة، هشتغل مثلا اونلاين، هعمل تجارة الكترونية مثلا، وخلال 12 شهر خلال 2023 هكون قدرت اجمع 50,000 جنيه. ده كده هدف قابل للتحقيق، تمام؟ فهمنا الفرق؟ تاني حاجة لازم يكون الهدف محدد. مثلا ما ينفعش ان انت تقول انا هخس في المطلق، لا، لازم تقول مثلا انا هخس 20 كيلو، انا هخس 10 كيلو. كده الهدف بقى محدد. ده معنى كلمة محدد. وانت بقى هتاخد القواعد دي هتطبقها على الاهداف بتاعتك وتشوف اذا كانت اهداف واقعية ولا دي احلام صعب ان هي تتحقق. رقم 3، لازم يكون الهدف محدد بمدة زمنية. يعني ما ينفعش ان انت تقول انا هحفظ القرآن كامل، بس انا هحفظ القرآن كامل. لازم تحدد بمدة زمنية. يعني انا هنا مثلا انا كاتب دراسة تجويد القرآن وحفظ 3 اجزاء خلال 5 شهور. كده انا خلال 5 شهور كده انا حددته بمدة زمنية، تمام؟ دول ال3 حاجات، 3 صفات لازم يتوفروا في الهدف بتاعك، تمام؟ عشان يبقى قابل للتحقيق. فاول حاجه انسى الجزء ده خالص. اول حاجه هتوقف الفيديو وتعمل بوست وهتكتب كحد اقصى 10 اهداف في الجنب اليمين. هتكتب 10 اهداف قابله للتحقيق. ويا ريت ما تتحمسش زياده عن اللزوم وتكتب اكتر من 10 اهداف، تكتب 20 هدف، لا 15 هدف، لا، خليهم كحد اقصى 10 اهداف. لان ال10 اهداف دول لسه هنصفيهم تاني. كتبت ال10 اهداف كحد اقصى. انا في حالتي كتبت 6 اهداف بس، ما حبيتش ان انا ازود عن كده. بعد ما خلصت الاهداف بتاعتك في الجنب اليمين هنبدا نسال نفسنا سؤال. دخلنا في الجد بدانا الجد. هنبدا نسال نفسنا سؤال، تمام؟ لو انا خلال ال 12 شهر خلال السنه كامله ما قداميش غير هدف واحد بس احققه، هيبقى انهي هدف في الاهداف دي؟ الاهداف اللي انت كتبتها على اليمين مالكش دعوه بالاهداف دي خالص. انا دلوقتي كتبت 6 اهداف. هبدا اسال نفسي سؤال،
لو انا ما قداميش غير اني اختار هدف واحد بس احققه خلال 2023، هيبقى انهي هدف في اللي انا كتبته؟ اسال نفسك السؤال ده، واجابتك على السؤال ده هيبقى مثلا، انا كانت اجابتي ان انا اللي هو اول هدف هيبقى نجاح مشروعي الصغير قبل مرور 3 شهور. قبل 3 شهور ما يخلصوا من السنه لازم مشروعي اللي انا هعمله جنب شغلي ينجح ان شاء الله. فده اهم هدف واقوى هدف لازم يتحقق، انا محتاج ان انا احققه. خلاص هتنقله في الجنب الشمال، تنقل الهدف اللي انت اخترته ان هو ده مفيش غيره، هتنقله في الجنب الشمال وتشطب عليه في الجنب اليمين، وتبدأ تكرر نفس السؤال تاني. لو انا ما قداميش غير هدف واحد بس احققه خلال 2023، هيبقى انهي هدف؟ وتبدأ تصفي تاني. حالتي انا كان ان انا اكسب بطولة الجمهورية خلال 2023. في حالتي انا كان تاني هدف قوي بالنسبه لي خلال 2023 ان انا ادخل بطوله الجمهوريه كونغ فو واكسبها ان شاء الله، تشطب عليه من الجنب اليمين، وتبدا تسال نفسك السؤال لتالت مره. لو انا ما قداميش غير هدف واحد احققه من الاهداف اللي فاضله دي، هيبقى انهي هدف فيهم؟ في حالتي انا كان حفظ 3 اجزاء خلال 5 شهور اللي هو الهدف ده. كده انت صفيت الست اهداف دول على 3 اهداف بس. حتى لو انت اخترت 10 اهداف زي ما انا قلت، محتاجك تصفيهم على 3 بس، والتلاتة دول هم اقوى 3 اهداف هنشتغل عليهم. بص لازم تبقى مرن، لازم تبقى مرن في حتة ان انت ما تلتزمش بكل اللي بيتقال بالحرف. التلات اهداف اللي انا صفيتهم دول انت ممكن معاك يبقوا 4، يبقوا انت محتاج تعمل 4 اهداف، هم دول الاقوى 4 اهداف عندك، خليهم 4 اوكي. بس انا بتكلم في فكرة ان انت ما تزودش عشان تقدر تكمل الاخر، عشان ما تقفش في النص زي ما بيحصل لي وزي ما بيحصل لنا كلنا، ان احنا لما ما بنكملش حاجه للاخر، بنخطط وبنعمل ورق كتير وبنلزق على الحيطه وبتاع وما بنكملش. دي المشكله. فاحنا عايزين نبسط الموضوع عشان نكمل، عشان نحقق حاجه. تمام. كده اخترت 3 اهداف، ما تزودش عن 3 اهداف. هنخش على تاني صفحه. تاني صفحه هتكتب اول حاجه اهداف 23، وتكتب كوت كده ليك، حابب تكتبه اكتبه، مش حابب خلاص. انا في حالتي كتبت قليل دائم خير من كثير متقطع. ده الكوت اللي انا همشي بيه ان شاء الله خلال تحقيق اهدافي. لو عندك ستيكي نوت زي كده هتبدأ تستخدمها، لو ما عندكش ممكن تكتب عادي خالص. خليك مرن خليك مرن خليك مرن هقولها للمره الالف، خليك مرن. انا لزقت ستيكي نوتس، كتبت الثلاث اهداف خلال السنه، دول اقوى 3 اهداف. لو خلصتهم هبدا اخش على الاهداف اللي بعدها ان شاء الله، رقم 1، رقم 2، رقم 3. انت بقى اكتب اهدافك. تمام. انا بضرب لكم مثال وده مثال عملي، ان انا هشتغل على الاهداف دي بجد، ده مش مثال كده وخلاص بعمل بيه الفيديو، لا، دي الاهداف اللي انا هشتغل عليها 2023 ان شاء الله. فده مثال عملي. خلاص كتبنا الاهداف بتاعتنا هنا، دي اهداف الورق، الصفحه دي بتاعت اهداف السنه عشان نرجع لها. بنقلب الصفحه وبنكتب اهداف اول شهر. تمام. اللي هو اهداف شهر يناير. احنا هنبدا نبسط الاهداف وهنبدا نصغر الاهداف لحد ما تبقى اهداف صغيره قوي، اهداف يوميه صغيره قوي، هي دي اللي هنشتغل عليها. تمام. اهداف اول شهر، كتبت الاهداف واحده واحده. برضو الستيكي نوتس حلاوتها في ان انت تقدر تشيلها وتغيرها. احنا ممكن نشيل الستيكي نوتس كده ونغيره. تمام. هي حلوه في كده، بتساعدنا في دي. فانا خلاص رتبت كل اهدافي اهو. انت على حسب بقى انت هتمسك الاهداف بتاعتك دي، هتفتح الصفحتين كده مع بعض، هتفتح الصفحتين وتبدا تقطع الاهداف دي حتت صغيره. يعني انا مثلا اول هدف واقوى هدف عندي نجاح مشروعي قبل 3 شهور من الان. تمام. ده اكبر واقوى هدف عندي، فانا هبدا اقطعه لاهداف صغيره. يعني سي مثلا شراء ورق وصنع اول جورنالي، دي المشروع بتاعي هيبقى عن الجورنالي ان شاء الله، وهعمل جورنالي هاند ميد. تمام. طباعة الستيكرز، صفحة الانستجرام، بدأت ان انا اقطع الهدف ده لاهداف صغيرة. تمام. ودي هتبقى اهداف اول شهر. اكسب البطولة، فانا محتاج ان انا اتمرن يوم اجازتي، هبدأ واحدة واحدة، مش هخش وكل يوم هتمرن وهموت نفسي، لا، هبدأ واحدة واحدة عشان اقدر اكمل للاخر. فالهدف ده قسمته للهدف صغير قوي، ان انا هتمرن يوم اجازتي في الاول. بعد كده ان انا محتاج ادرس التجويد، عايز احفظ القرآن بالتجويد، فقراءة القرآن كل ما اكون قادر.
كل ما اكون قادر، كل ما يبقى عندي وقت فاضي في المواصلات بعد صلاة كده، كل ما اكون قادر هقرأ قرآن قراءة عادية الاول، واحدة واحدة، لحد ما الاقي حد يدرس لي تجويد. وبعد كده هبدأ ان انا احفظ على ايده كده، واحدة واحدة، ستيب باي ستيب. تمام؟ يبقى دي تالت صفحة، اهداف اول شهر. قسمنا الاهداف الكبيرة لاهداف صغيرة على اول شهر. بعد كده محتاجك تجيب الصفحتين دول قصاد بعض وتقسمهم بالشكل ده. تمام؟ هيدونا 8 مربعات. المربع بيوم، المربع بيشير الى يوم. تمام؟ هيبقى معانا مربع زياده، هقول لكم ده بتاع ايه. هنبدا نيجي في اول مربع كده ونكتب بكره على طول. انا بصور الفيديو النهارده الاثنين 26/12. تمام؟ بكره عندي التلات 27/12، فانا كتبته اول يوم، مش هستنى الاول خلاص. لا خلاص فاضل 5 ايام او 6 ايام على بدايه السنه، فانا خلاص هستنى ال5 ايام دول وابدا اشتغل على نفسي. لا، انا هبدا اشتغل من بكره. وهو ده برضو هدف من الفيديو، ان انت تتحرك دلوقتي، انت تقوم دلوقتي تجيب الورقه والقلم، انت تبدا تخطط دلوقتي، وان انت من دلوقتي هتخطط ومن بكره هتبدا تشتغل، تبدا تشتغل على نفسك. تمام؟ كتبت انا اول يوم اهو. تكتب كده اليوم اللي انت عايز تبتدي بيه والتاريخ جنبه، وتبدا تكتب تو دو ليست. تو دو ليست كده بطريقه التو دو ليست، حاجات انت هتعملها بكره. يعني انا بعد بكره عندي امتحان، فكتبت ان انا هراجع للامتحان بكره، وكده كده هنزل شغلي طبيعي، وصلاه اليوم كامل كده تكتبها على ان هي تو دو ليست، اللي يخلص تعلم عليه. وكذلك يوم الاربع، خميس، جمعه، سبت، حد، اتنين، هتيجي كده احنا كملنا الاسبوع. اخر يوم في الاسبوع هتقسمه نصين، النص الاولاني تو دو ليست زي ما انت تكتب التو دو ليست بتاعتك في اليوم الاخير بتاع الاسبوع، وفي النص التاني نكتب مراجعة الاسبوع. هنا هنراجع الاسبوع اللي فات، احنا عملنا فيه ايه، ايه اللي وقع مني. يعني انا هنا مثلا كاتب تجميع خلفيات الستيكر للجورنال لو قدرت، مثلا وقعت مني، وتاني يوم ويوم الاربعاء وقعت مني، ويوم الخميس وقعت مني، عملتها الجمعة. فهبدأ ان انا اراجع الكلام ده. في حاجة فضلت تقع مني، مثلا ان انا صلاة اليوم كامل وفضل يقع مني كل يوم كنت بفوت الفجر مثلا، مثلا كل يوم كنت بفوت الفجر، فهكتب ده في الاسبوع، ودي حاجه هركز عليها. اللي انا هراجعه من هنا، هركز، هصفيه هنا وهبدا اركز عليه. هو انا ليه ما صليتش الفجر؟ عشان ما كنتش بصحى، عشان ما كنتش بنام بدري. لا، يبقى انا هشتغل على ان انا انام بدري في الاسبوع اللي بعده، في التخطيط اللي بعده. المربع الزياده هيبقى تخطيط الاسبوع القادم، الاسبوع اللي جاي كله احنا محتاجين نعمل فيه ايه. هنعمل ايه عشان نخطط الاسبوع اللي قادم ده؟ هنرجع لاهداف 2023 ونبدا نشوف احنا قسمناها لايه، ونشيل الستيكرز دي، الستيكي نوتس دي، ونبدا نلزق ستيكي نوتس تانية ونقسم تاني بالاهداف الجديده، التكمله للاهداف دي. تمام؟ تمام يا شباب، فهمنا الموضوع بسيط. لو في اي حاجه مش فاهمينها او اي حاجه عايزين تسالوني عنها، دي تجربتي، انا بجرب معاكم، بشارك معاكم تجربه، انا مش دارس حاجه عن الموضوع، بس انا بجرب معاكم تجربه. اي حاجه عايزين تشاركوني معاها، عايزين تسالوني عنها، اكتبوا لي في الكومنتس تحت وانا هرد عليكم ان شاء الله. فهمنا كل حاجه كده، فهمنا الموضوع هيمشي ازاي. انا مبسوط جدا ان انا رجعت للوضع الطبيعي بتاعي ان انا الوضع اللي انا بصور فيه العادي بتاعي. كتبنا اهدافنا وخططنا لحد ما وصلنا ان احنا خططنا لبكره تو دو ليست. ممكن كمان تستخدم جوجل كيب على الموبايل عندك، عشان تبقى بتتحرك. اكتر حاجه موجوده معاك هي الموبايل، فانت ممكن تستخدم جوجل كيب على فكره، الناس اللي ما يعرفش فيها تو دو ليست، ان انت ممكن تعمل تو دو ليست، ممكن تكتب ممكن تكتب حاجات، اي حاجه تيجي في بالك وانت بره، تكتبها على جوجل كيب وبعد كده تنقلها في ورق. فده انت تقدر تعمله. حاولت اشارك معاكم كل تجربتي على قد ما اقدر. طبعا هيبقى في فيديوهات تانية هصور الفلوجز بقى بتاعتي، يومي بيمشي ازاي، بحقق التو دو ليست دي ازاي. لما هنزل ان شاء الله هكلمكم اكتر، هعمل فيديو مخصوص عن المشروع اللي انا عايز اعمله، عن مشروعي السمول بيزنس اللي انا عايز اعمله، هكلمكم عنه اكتر ان شاء الله في فيديو جاي. فما تنساش تعمل لايك للفيديو لو استفدت، واشترك في القناه. وهسيب لكم تحت في البايو لينك قناه استاذ علي محمد علي، هو اللي قال الاستراتيجيه دي في التخطيط. انا خططت على اساس الفيديو بتاعه، بس هو الفيديو بتاعه قديم، فانا كنت مقرر من فتره ان انا اعمل فيديو عن 2023،
وعن التخطيط بتاعي واشارك معاكم التخطيط بتاعي. فهو انا خططت على الاساس بتاعه، هو اكتر واحد بسط الموضوع، وهو اكتر واحد حسيت ان انا مرتاح وانا بتفرج عليه. هسيب لكم اللينك بتاعه في البايو تحت، عشان لو عندكم مشاكل في التخطيط، بتخططوا وما بتنفذوش، كل ده هو عنده حلول للمشاكل دي، فاقترح ان انتوا تتابعوه. بس دي كانت كل حاجة النهاردة. ربنا معاكم ان شاء الله وتحققوا كل اللي انتوا بتتمنوه. لو في اي حاجة محتاجين تسألوني عليها او تشاركوني فيها، اكتبوا لي تحت في الكومنتس وهرد عليكم ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.